الحبايب مساء الخير. الفنان عبد الرحمن ابو زهره بيمر بازمه صحيه كبيره جدا وفي غرفه العنايه المركزه بقاله تقريبا 3 اسابيع. الحاله سيئه، حاله صعبه. ايه اللي بيعاني منه؟ الحاله واصله لحد ايه؟ الدكاتره قالوا ايه؟ هقول لكم على كل التفاصيل. يلا بينا. من كام يوم صرح الدكتور احمد ابو زهره ان والده الفنان عبد الرحمن ابو زهره في العنايه المركزه من تاني يوم العيد. واللي حصل كالتالي، وانا ده يعني كلام الدكتور احمد ابو زهره ليا كتصريحات. يعني قال لي كان بيمارس حياته بشكل عادي جدا. هو بقاله فتره يعني احنا يعني بنعمل له تمريض في البيت، وفي ممرضات وفي حاجات كده، وفي دكاتره بيتابعوا حالته، وهو كان عادي جدا قبل العيد وفي رمضان الدنيا زي الفل يعني. وفجاه هو سقط، يعني مغشي عليه يعني. جرينا طبعا على المستشفى والطوارئ واتعمل له شويه تحاليل وشويه اشعه والكلام ده كله، ودخلناه غرفه العنايه المركزه. والدكاتره قالوا يعني احنا اكتشفنا جسم غريب على الرئه، وفي الظاهر ان هو يعني ورم على الرئه. والورم ده ما نعرفش هل هو حميد هل هو خبيث، طبعا ما بيظهرش. طبعا ده اثر على نسبه الاكسجين في الدم والتنفس وبعض الوظائف الحيويه. مش احسن حاجه يعني، ولكن هو يعني مش في غيبوبه، الا انه هو فاقد للوعي. وهو حتى قال لي الدكتور احمد، قال لي يعني ما بيستجيبش لاي حاجه الا اذا مثلا حد من الاسره نادى عليه، فمثلا يا بابا، فيروح مفتح عينه ولثواني يروح مغمضها تاني. بس دكاتره تتكلم او الكلام ده كله مفيش. فبيقول الدكاتره قالوا ان احنا لازم نعمل منظار. المنظار ده زي منظار استكشافي عشان ناخد عينه من الورم ده، وبناء عليه نشوف نشخصه. يعني هيحصل، هنشوفه ايه يعني، هل ده خبيث هل ده حميد هل معرفش ايه. فساعتها الاسره رفضت. وليه رفضت؟ لان الحاله الصحيه للاستاذ عبد الرحمن ابو زهره لا تسمح. ودي المعضله الكبيره جدا. هو رجل في ال90 من عمره، يعني عدى ال90 بشويه، ولا يستحمل بنج ولا يستحمل اي حتى جراحه حتى لو كانت بسيطه. وحتى الكلام المنطقي، يعني لو احنا عرفنا ان ده ورم لا قدر الله، ورم خبيث، هنعمل ايه؟ هل مثلا هندخل نشيله؟ الحاله الصحيه للاستاذ عبد الرحمن ابو زهره لا تسمح تماما بالخضوع لعمليه كبيره، جراحيه كبيره زي كده، يعني ان هو يقعد كام ساعه ومش عارف ايه ويشيله فص من الرئه والكلام ده كله. طيب لو هو حميد هنعمل ايه؟ مش هنعمل اي حاجه. فهو يحتاج الدعاء. فهو حتى قال لي في اخر المكالمه، هو نبض القلب كويس، وظائف الكلى كويسه، انزيمات الكبد كويسه، الراجل نسبه الاكسجين بس هي كانت قليله لما بيتحط الماسك، مش ما تحطش على جهاز التنفس الصناعي لان في فرق. لما تحط الماسك بتاع الاكسجين بيرفع لمعدلات طبيعيه، نشيله ينزل تاني. الموضوع مش هيضطر ان يتحط جهاز تنفس صناعي، لان جهاز التنفس الصناعي دي يعني بعيد عن السامعين، ده بيبقى انبوبه وبتتحط جوه البق لحد ما توصل للرئه عشان الرئه تشتغل. فقال لي لحد دلوقتي الحمد لله احنا مش مضطرين. نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى، وهو يعني ودي وصيه، ادعوا له ان ربنا سبحانه وتعالى يخفف عنه، ادعوا له ان ربنا سبحانه وتعالى يشيل عنه، لانه هو في امس الحاجه للدعاء. وزي ما قلت تاني، هو مش في غيبوبه، ده رقم واحد. هو مش محطوط على جهاز تنفس صناعي، هو موجود في غرفه العنايه المركزه. كان الاول موجود في مستشفى، وكانت غرفه العنايه المركزه كان فيها اكتر من سرير، يعني كان معاه مرضى تاني. وسيد الوزير الصحه يعني نقلوا لغرفه خاصه للخصوصيه، يعني عشان اكيد في ناس داخله وناس خارجه. وقبل كده كان في صور اتسربت للفنانه شاديه وهي كانت في غرفه العنايه المركزه، فيعني لخصوصيه الراجل يعني. فهو موجود في غرفه العنايه المركزه خاصه. هيخرج منها امتى الله اعلم، يعني الحاله هتتحسن امتى الله اعلم. ولكن زي ما قلت، يمكن حتى كمان وصيه بنته، ادعوا لوالدي ان ربنا سبحانه وتعالى يخفف عنه ويستجيب لدعائنا، ويخرج منها يعني كويس وعلى خير، وربنا سبحانه وتعالى ينجيه، وربنا سبحانه وتعالى يعني يخفف عنه. ده اهم شيء. استاذ عبد الرحمن ابو زهره انا اعرفه بمستوى شخصي، اتعاملت معاه. رجل طيب جدا، رجل مثقف جدا، رجل موهوب جدا فوق ما تتخيلوا. الراجل ده يعني قيمه كبيره قوي، قيمه كبيره. وحتى يمكن حتى مديري في الشغل بيقول لي انا كنت بتفرج على مسلسل قديم جدا ليه، وهو كان مسلسل اطفال. وهو طبعا عمل قبل كده سكار في لاين كينج، في اللي هو بتاع مفاسا والكلام ده كله. كان خد جايزه وتقدير من بره مصر، من الشركه اللي هي المنتجه ليه. الراجل ده عظيم. ادعوا له وربنا يا رب يكفيكم شر المرض. شكرا جزيلا.